تعالوا النهاردة نعمل الفطير الحادق. بدل ما نشتريه من بره نعمله في البيت بالجمال ده. كل اللي عملته كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدام ومعلقة كبيرة من الملح، وهخد الكوبايتين دول نص كوباية من المية. بس كده، ما فيهاش اي افتكاسة ولا فيها خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة، هي مية وملح ودقيق. بصراحة الطريقة روعة. بس كده، وبعد كده بتروحي دهنه بقى البوله زيت بعد ما بتعجنيها وتسيبيها ترتاح حوالي نص ساعه. كل ما تريحي العجينه كل ما النتيجه بتبقى احلى. وفي اي طبق صغير كده بيخش الميكروويف بتجيبي حته زبده على حبه زيت وتسيحيهم، وعبال ما يسيحوا انتي بقى تقطعي العجينه دي على 3. انا حبيت بس عملت 2 صغيرين وواحده كبيره شويه. عايزه تعمليهم قد بعض براحتك، هم يعني جم 3 صواني بس كده. وبتجيبي بقى على الرخامه الزيت اللي انتي بالزبده اللي سيحتيه وبتفردي بقى العجينه. بصي بتجري معاكي، ما هي طبعا مرتاحه، وكل ما تريحيها كل ما بتديكي نتيجه اكتر. واي بقى حشو عندك تقدري تعمليه. حشو بقى كان هنا في سجق، كان هو متشوح اصلا ما عملتوش ني، ورحت حاطه مع فلفل الوان. اي حاجه عندك ممكن على فكره تحطي بضايه تشيها وتحطيها فوق الخليط ده بتبقى حلوه. وكمان بتحطي حبه جبنه موتزاريلا ودهنتها كده، وبصي لفتها ازاي بالمنظر ده. وبس كده، وبتجيبي بقى الصينيه بتاعتك وتروحي دهناها وتروحي سايباها ترتاح شويه. وتجيبي اللي بعدها تعمليها بنفس الطريقه بالحشو اللي انت عايزاه. اي حاجه عندك عايز تعمليه ميكس جبن، يا ريت بقى كمان لو عندك جبنه كيري بتبقى جميله، وبتعملي ميكس جبن مع كمان حبه الزعتر بيعملوا شغل حكايه. بس كده، انا كان هنا عملت 2 بالسجق وواحده بالبسطرمه. فعلا فعلا روعه. وهقول لكم بقى انت ممكن تعمليها فوق البوتاجاز على فكره، في صينيه ما تكونش بتلزق، وتغطيها وتسويها فوق البوتاجاز. وبتعمليها بقى في الفرن عشان تنجح معاكي. بصراحة لازم تكون على اعلى درجة، وكمان بتكوني فاتحة كمان الشواية. يعني المفروض ان الاتنين يكونوا شغالين مع بعض، ما بتكملش 10 دقايق. لان انت كل ما بتسيبي المعجنات بالذات او الفطاير لو قعدتيها مدة طويلة بتطلع مجلدة. انا جربتها مرة وقعدت اقول هي ليه بتشد، هي ليه مجلدة. اتاري بقى الفكرة نفسها لما جربتها تاني ببقى متابعة بقى لما بحط الصينية على اعلى درجة بالنسبة للفطاير. وبعد كده بشوية اول ما ابتدي خلاص احس انها ابتدت تحمر من تحت، على طول افتح الشواية. الناس اللي ما ينفعش عندها الشواية مع البوتاجاز، مع الفرن قصدي، انا عشان عندي الاتنين بيشتغلوا مع بعض فبشغلهم مع بعض. لكن انت ما تستنيش، هي دوبك ما فيش يعني 5 دقايق كده لقيتيها ابتدت تحمر من تحت، افتحي الشوايه على طول. اول ما تحمر وشها اطفي على طول. بس كده، هي هتطلع معاكي. واول ما تطلعيها تغطيها كده بتطلع معاكي زي بتاعت بره بالظبط. بس كده عملت ال3 كرات اهو زي ما انتم شايفين، 2 بالسجق وواحده بالبسطرمه، وكمان الزعتر حطيته. وبعد كده كمان حبيت ان انا برضو على الوش احط حبه جبنه، هنا دي جبنه رومي على جبنه موتزاريلا مع حبه فلفل كده. ولو في بواقي من السجق ولا من البسطرمه برضو ممكن تحطيه على الوش. وطبعا في كل حركة بحرش زعتر، بصراحة بيدي طعم حلو قوي. بس كده، وعملتها مش عايزة اقول لكم اقسم بالله فعلا من احلى الفطاير اللي عملتها الحدقة. خلاص ما بقيتش اشتري حاجة من بره، دي هي ما خدتش اصلا مني ما كملش نص ساعة في كل الغلبة اللي انا عملتها دي. بس كده، وكان احلى حاجة ونضيفة وفي البيت، واي حشو عندك في البيت وخلاص. اي اقل بيتزا دلوقتي، مش بيتزا، فطير، اي اقل فطيرة ممكن تشتريها من بره. شوفي هتكلفك قد ايه، دول هم كوبايتين دي يعني مش هيكلفوكي اي حاجة. يلا انت كمان قومي كده يعني اعملي حاجتك في بيتك وهتبقى جميلة، واللي هتعمليه حلو او وحش برضه هيبقى حلو. انا هوريكم منظرها دلوقتي بعد ما استوى. بصوا حاطه طريه في ايديا ازاي عشان ما غيبتهاش في الفرن. وبصوا بقى بصوا حتى انتوا اكيد حاسين يعني شايفينها في ان هي بصوا طريه ازاي وانا بقطعها. وبجد بجد كانت جميله جدا. وبصوا مورقه وحلوه والجبنه فيها. وبصوا من تحت والله العظيم فعلا انا مبسوطه جدا بالنتيجه اللي انا طلعتها دي. والطعم حكايه وعجبت الولاد جدا جدا، وقالوا فعلا ما تفرقش عن بتاعه بره خالص. ان شاء الله هيعجبك الفيديو، وانا واثقه انك هتعملي كل حاجه في بيتك هتبقى حلوه. ولو عجبك الفيديو متنسيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.